السلام عليكم. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الأرملة وعدتها، وإنها يحق ليها عادي خالص بعد انتهاء عدتها إنها تتجوز، ومش من حق أي حد إنه يمنعها. طيب لو واحد عاوز يتجوز واحدة أرملة، واحدة جوزها مات وواحد عايز يتجوزها، ينفع يتقدم لها في أيام العدة ولا حرام؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وركز معايا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني لو واحدة زوجها توفى وانت عندك رغبة في الزواج منها، فما فيش مشكلة خالص انك تلمح لها بده في فترة العدة. تلمح لها يعني يكون مجرد تلميح. التعريض هنا يعني التلميح، يعني انك تلمح لها انك على استعداد انك تتجوزها بعد انتهاء عدتها، وما يكونش الكلام بشكل مباشر. او تخلي مثلا حد من اهلك يلمح لها، او انت تلمح لوليها او لابوها او لاخوها. ده مش حرام، ولا حتى حرام انك تكن ده في نفسك، يعني ان انت في قرارة نفسك تبقى ناوي انك تتجوزها بعد انتهاء عدتها. امال ايه اللي حرام؟ ولكن لا تواعدوهن سرا. وسرا هنا ليها كذا معنى. يعني لو واحده جوزها مات وانت عندك الرغبه انك تتجوزها، ما تروحش تقول لها بشكل صريح انا هتجوزك بعد انتهاء العده، ولا حتى في السر بينك وبينها. ولا تواعدوهن سرا برضو معناها ان ما يحصلش بينك وبينها اي علاقه او اي مشاعر، على وعد مثلا ان احنا بس هنحب بعض اليومين دول وبعد العده نتجوز. ده حرام ولا يجوز. وليها معنى كمان انك اصلا بقى ما تتجوزهاش في السر حتى لو انتهت عدتها، لان بعض الناس بيروح يتجوز واحده ارمله وبيتجوزها في السر علشان مثلا معاش جوزها ما يتقطعش عنها. الكلام ده حرام ولا يرضي الله عز وجل. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني لا تعقد عليها، ما تكتبش الكتاب عليها إلا بعد انتهاء عدتها. وبعد التوضيح بيجي التنبيه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، فزي ما وضح شرعه حذر من التلاعب فيه. يجي واحد دلوقتي يقول لي: يعني انت بالله عليك واحدة جوزها مات، هي فيها دماغ بقى للتلميح ومين عايز يتجوزها ولا مين اصلا عنده دم هيروح يلمح لها وجوزها لسه ميت ان هو عايز يتجوزها بعد انتهاء العده؟ بص هفهمك حاجه. في قاعده بتقول ان لكل قاعده شواذ. الشرع بقى جه عشان يظبط اللي يشذوا عن اي قاعده ويحط لهم حدود. فانت ما تقيسش كل حاجه على نفسك وتقول مين هيعمل ومين هيسوي وليه ومش ليه، لان في ناس بتعمل كده وبتعمل اكتر من كده، بس انت ما تعرفش عنهم حاجه. الله سبحانه وتعالى يعلم، عشان كده حط لهم الشرع ده عشان يحفظ الحقوق ويضبط الامور والمعاملات. وبس كده يا سيدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فاعمل شير عشان تبلغ غيرك آية بمعناها، واشترك في القناة واعمل متابعة للصفحة لو انت على الفيسبوك عشان الحلقات الجاية توصلك. وتعالى بقى نسمع الآية بعد ما فهمنا معناها. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله غفور حليم.